احمد وحيد بيقول لي رايك ايه في شيكو بنزا والمراكز اللي الزمالك محتاجها؟ الزمالك محتاج، هبتدي بالنص الثاني من السؤال، المراكز الزمالك محتاج جناحين، فرود، لعيب رقم 6، وباك يمين وباك شمال. تاني بالترتيب في وجهة نظري انا: جناحين، مهاجم، لعيب رقم 6، وباك يمين وباك شمال. دي الخمس مراكز اللي الزمالك محتاجها بشكل آني ولحظي دلوقتي. لازم تجيب تدعيمات قويه في مركز المهاجم والجناحين، لان الزمالك عايز خط هجوم تقيل. الزمالك ما عندوش خط هجوم تقيل. الزمالك اكتر مركز عنده فيه لعيبه هو مركز الارتكاز المساعد رقم 8، لعيبه خط الوسط. الزمالك لازم يكون عنده لعيب رقم 6 تاني، لان شفته الفتره اللي فاتت بشوف انه دونجا لما بيغيب، شحاته لما بيكونش موجود، الزمالك عنده مشكله كبيره في الحته دي. الزمالك محتاج باك يمين وباك شمال. باك شمال يعني بنتايج وفتوح مفيش حد فيهم عارف يثبت في المكان ده لفترات طويله، كل شويه اصابات كتير وغيابات كتير. لازم يكون في باك يمين تاني مع عمر جابر، لان زي عمر جابر لما بيصاب لا قدر الله ولا بيبعد انذارات ولا حاجه، الزمالك ما عندوش حد، كله بيلعب. في ناس ممكن تلعبها لكن ما فيش باك يمين يعني في الزمالك. اعتقد دول 5 مراكز. لو اولويه لو معكش انت فلوس وتقدر تجيب الخمسه، لازم اول مركزين تدعمهم الجناح والمهاجم، او المهاجم والجناح. دول اولويات الزمالك لو عايز يقدر ينافس على بطولات الفتره الجايه. شيكو بنزا انا رايي دون المستوى، فلوس على الارض وما عملش حاجه مع الزمالك، ويعني صفقه شايف ان هي الزمالك رمى فيها فلوس على الارض. يعني ما يستحقش ابدا انه يجي الزمالك او يلعب في الزمالك، ولعيب مش مفهوم، ما تبقاش فاهمه. سرعه وقوه لكن مردود مفيش، ايجابيه على الجون مفيش، لعب جماعي مفيش، بيخسر الكره كتير جدا، اخد فرص كتير جدا وما قدرش يعبر عن نفسه. انا بشوف ان المحترف لازم يجي يصنع الفارق على طول. شيكو بنزا لا يعني بيعمل فارق سلبي ضد الزمالك مش مع الزمالك.